باتريس موتسيبي كيتهرب وملف نهائي المغرب السنغال كيغلي داخل كونفدراسيون افريكان دو فوتبول. السلام عليكم، معكم سعاد نوفا وهذا فيديو جديد. الفضيحه بانت ولات حديث الجميع في القاره. نهائي المغرب والسنغال ما بقاش غير ماتش ولا ملف ثقيل كيدور داخل الكواليس ديال الكونفدراسيون افريكان دو فوتبول. الهضره دارت على ان الحكم اوليفييه سافاري ما تخلاش او بليتو ما خلاوش يدير خدمته بحريه، وكان تدخل باش ما يخرجش لي كارت جون. الوغ شوفوا هذا الاكستري هذا. سأسأل سؤال باللغة العربية. هناك بعض التقارير التي تؤكد أن رئيس لجنة التحكيم أوليفييه سافاري تحدث أنه منع الحكم من إعطاء بطاقة صفراء في النهائي. هل سيكون يعني للكاف ردة فعل بمعاقبة أوليفييه سافاري بإيقافه أم لا؟ شكرا. General Secretary, why don't you jump into the fire? Thank you very much. Yes, I had a question. If I correct, your question is asking if CAF is going to suspend or if CAF is going to take a decision concerning إذا Safari. منين سولو باتريك موتسيبي على هذا الشيء ما عطاش جواب واضح، دار واحد الدوره وتهرب وخلى الكلمه للكاتب العام اللي قال باللي المسطره مازال خدامه. لكن السؤال مطروح، علاش هذا الصمت وعلاش ما كاين حتى توضيح رسمي لحد الان؟ هنا في حد ذاته الصمت راه جواب. فاش تكون نهائي كبير بحال ما هكا اي شبهه كتبقى واحد الوصمه، وهذه القضيه الا تبتات غادي تكون ضربه قويه لمصداقيه التحكيم الافريقي كامل. دابا الكره في ملعب الكاف، يا توضح الحقيقه كامله يا تخلي الشك يكبر، والجمهور راه ما غاديش يسكت. تحياتي.